الحين هنا حق منها على قولتهم تشذود، ترى أخاف من الحسد. ليش؟ ما أدري. لا يعني قصدي إن إحنا يعني الله يزيدك يا رب، لكن هم في ناس قاعد تشوف مثلك، خلينا نقول فيميلز أو شباب قاعد يشوفون إن ممكن في ناس يعني مثلا أنا بنتي الحين السنة يمكن إن شاء الله تخرج مهندسة، فقلت لها ليش مهندسة؟ أنا بتحول بنتي يعني فبنتي طول عمري أشوفها بنتي يعني صغيرونة شيء، بس فجأة العمر يمشي تبدأ بنتك البنية الصغيرونة البيبي صارت مرة وعندها مخ، عندها قرارات فأنت تقعد تتفاجأ إنه أوه بنتي حليلها عندها شخصية تتكلم. فقالت لي لا مهندسة أحسن عشان أروح النفط ويصير عندي شوية at least financial independence. أنا قاعد أطالعها ايش قاصرك؟ ماركاتك من فوق لتحت يعني شنو قاصرك؟ سوق سيارة كل شيء عندك. تقول لا مو سالفة كشخة وشي، إن علشان يصير عندي القدرة إن أنا أشيل نفسي. فأكيد مثل بنتي في وايد أكيد. فأنا ودي بس يعرفون إن المهنة هذه إذا أنت فعلا اهتميت فيها تكن على قولتهم فيديو يعني. بس اليوم المهنة يمكن سمعت أكثر من مرة الدولة توقف مثلا اللي بيروحون يدرسون مثلا حقوق بمصر أو يدرسون، قاعد تحاول تضيق من خريجين الحقوق، لأن صرنا صج وايد. المهنة وايد، الوظائف الحكومية وايد. الدولة لما تبي توقف تدرس حقوق مو هي حاطة عينها على شهادتك صح، بس هي لأن قاعد تشوف سوق العمل مو متحمل كمية خريجين الحقوق. وفي دول معينة تروح أنت تدرس بدون معدل، جيت عندك شهادة جامعية، مو معقولة أنت شهادتك اللي جايبها بدون معدل. نفسي أنا اللي تعبت بالثانوية يعني هم حرام. للأسف إحنا لاحظت بالكويت اللي متخرج من هارفارد نفس اللي متخرج من العربية بالكويت. أنت واسطتك. نفس الشهادة. يعني أنا يعني خلينا نقول أنا شهادتي من يعني حتى الماستر من جامعات ضخمة جدا. يعني لما توظفت عادي حالي حل. بس بالحقوق في عندك التحقيقات، النيابة، الأماكن الحساسة لا في جامعات معينة ما يقبلون أي جامعة يعني. طيب. في جامعات معينة مستحيل يدش نيابة. مريم الله يكفينا شرك، عرفتي إن شاء الله نشوفك في أماكن غير المحكمة يا رب. إن شاء الله. مطعم بممشى بأي مكان بس مو محكمة. ما راح شيء بس أوكي. إنزين. وإحنا قاعد نسولف في البريك قلتي عيالي ما راح يصيروا محامي. ليش؟ متعبة يعني ما أتمنى إني أشوفهم يومهم كله يعني بالشغل. بنتي مرة قلت لها صير محامية عشان مكتبي بعدين يروح حق منه إذا أنا يعني كبرت ولا الله أخذ أمانته، مكتبي يروح حق منه حرام. تقولي نعم تبيني أقعد بزوارة ولا بطلعة وأمسك التلفون أقعد أرد على خلق الله؟ لا آسفة أبي أعيش أنا، ما هذه حياتك ما عجبتني. تلومينها؟ لا ما لومها. أوكي. يعني عندها منطق أي. يعني المحاماة خصوصا لما تكون أنت صاحب مكتب، لأن في مسؤولية أكثر، تأخذك من وايد مناسبات، من وايد يعني يمعات، طلعات، وقت مع الأسرة، يعني وايد يأخذ وقت. خلينا نقول القضاء الكويتي المنظومة القضائية الفيميلز أو العنصر النسائي دخيل عليها. يعني أنتم ما كنتم من يعني أنتم مو اللي أسستوا. اللي أسس ذكور صح. رجال. أنتم دخلاء على هذا. هل أنتم تحسون ليه اليوم أن أنتم ستيل دخلاء ولا خلاص؟ شوف مرة كان عندي لقاء ببرنامج، كنت توني صايرة محامية. كان أقول أنا كانوا للحين ما في نساء قضاة، فكنت أنا أقول لا المرأة ما تصلح تكون قاضي. هذا كان رأيي قبل يمكن 18-17 سنة، إن المرأة ما تقدر تصير قاضية لأن عندها مشاعر، فوايد صعب إن هي تحكم. وأعيش بهالمهنة اليوم أقول لا المرأة تقدر تفصل. يعني أتوقع عقب ما أنا عشت وقدرت أفصل حياتي الشخصية عن المهنة، ما قامت تصير عندي المشاعر وايد. لما مثلا أنت قاتل، أنت عندك قضية سرقة، مواقعة، ما تكسر خاطري، فأقدر أحكم عليك. فأتوقع يعني مو أتوقع تغير رأيي الحين أن لا المرأة تقدر، مع أنه للحين ما شفنا النساء ماسكين يعني دوائر بالمحكمة حساسة، يعني دوائر الأسرة أو دوائر بس عندنا قضاة نساء. في قضاة نساء. إيه. عادة اللي تعلمناه بحياتنا اللي قاعد نشوفه حاليا وظيفة، فلوس، شهرة، سلطة. في وضعك الحالي أنت كلهم صاروا وباقي السلطة. هل نشوفك باكر محافظة، عضو مجلس الأمة؟ شوف يمكن مجلس الأمة لأن هذا شيء قطاع خاص، بس يعني ما راح تشوفني قاضي
ما راح تشوفني مثلا محامي فتوى. هذول كلهم شغلات تحتاج شروط مو موجودة فيني حاليا. شيء أتوقع تبع القطاع الخاص. فتبع القطاع الخاص ممكن يعني مجلس أمة، ممكن مجلس أمة، ممكن يعني. هل هي باللستة ولا؟ أحس كانت باللستة، بس أتوقع يمكن عقب تجربتي بانتخابات جمعية المحامين ما حبيت التجربة. ليش؟ يدشون الناس بحياتك الخاصة طبعا، ويدشون بنت شنو سويت شنو ما سويت. طبعا أنا سويت أشياء بحياتي يمكن ما الحين ما أحبها أو ما أحب أذكرها أو أتحسف إني سويتها، ما أبي أحد يطلع يتكلم فيها. بس أنت إنسان حالك حال أي إنسان ثاني. بس شفت شنو سووا بش اسمها صارت وزيرة أعتقد. ماكو أحد خالي من العيوب. طلعوا تغريدات سياسية أصلاً. صحيح. الدولة الحكومة ما وقفت معاها. قالت لا قدم استقالتك. فيعني الفكرة إن إحنا ما فينا أحد خالي من الأخطاء. لكن هذه الوظائف خلقت للناس معينة. فهل أنت عندك قصدي الاستعداد أن تخوضين تجارب كذي؟ أنا عندي الاستعداد وعندي القدرة أي دائرة أنت؟ أنا ثالثة. بعد دائرة صعبة يعني. دائرة صعبة. كنت الأولى. بعدين فحسيت إنه ما قاعد أعطي صوتي حق اللي يستحق كثر ما قاعد أعطي صوتي حق محسوبيات. كان أقول خل أروح الثالثة على الأقل في فكر أقدر أحلل صوتي يعني، خصوصا إحنا يعني خدنا حقوقنا متأخر، فأنا عندي صوت عزيز يعني وايد عزيز. طيب أكيد محامية. طلعنا من الدوام رحنا البيت. من تدشين باب البيت وتفتحين مفتاح الباب وتقعدين بالصالة تنامين تقعدين، من أنت؟ جد أنا. جد الحين 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 سلاش زوجة. أم وزوجة. ما هي مواصفات الزوجة الصالحة؟ ما أدري. لا لازم تعرفين بنظرك. طبعا ما قاعد أتكلم من جنرال. بنظري. هل أنت زوجة صالحة؟ أتمنى. لا المفروض تدرين مريم. يعني شوف أتوقع الحين عقب يعني يمكن تجربة ما نجحت، تجربة ثانية وعقب عمر يعني أنا كبيرة الحين. أعتقد الاختيار الصح مو بناء لا على عادات وتقاليد ومواخيذنا ومو مواخيذنا ويصلح لي وما يصلح لي، هذه إن في معرفة قبل الزواج، هذا وايد مهم. وأصدقاء قبل أن نكون أزواج، وايد أصدقاء. أنا أبي تزوجته، أنا ما أبي قبل الزواج. هل أنت زوجة صالحة؟ وإذا أنت زوجة صالحة ما هي مواصفات الزوجة الصالحة؟ أنا الحين طلعنا من المحاماة. قاعد أقول لك أصدقاء. هذا حلو. أول شيء إن أخليه يثق إنه هو يقول لي سره، يقول لي اللي يبي يقوله، ما يخاف مني أو أنا أخاف منه. في علاقة يعني متساوية بيننا وبين بعض. أنت زوجي وأحترمك وكل شيء، بس هم أنا عندي ودي أسافر مثلا أشم هوا، ودي أطلع بدونك مثلا. أنت يحق لك تروح تسافر مع مثلا ربعك، يحق لك دوانية، يحق لك أنت، يحق لك تعيش. إحنا مو بس إحنا اثنيناتنا لازم نتجابل وهذا نجابل يجيب الهواشة. صحيح. فعيش أنت عيش. يعني ما أقدر أحكرك، ما أدري. أحس هو معطيني يعني حرية أحترمها، وأنا معطيته حرية هو قاعد يحترمها. أحس هذا اللي قاعد يخلي. مريم الأمومة الحين على كبر وايد أحلى من على صغر. شلون؟ عيالي الكبار كنت أنا بعيش، أنا للحين أبي أطلع، أبي أشوف، أبي أسوق، أبي أروح الحب صدق متزوجة. بس أتمشى، أبي أشوف ناس يعني. أبي أطلع ما يخلق أجابلكم. أبي أطلع. حلو. الحين لا، أفضل اليهال على الطلعة يعني. حلو. أفضلهم. فأحس الحين أنا أقدر أعطيهم أكثر من وأنا أصغر. هل فرق يعني خلينا نقول يعني حسيت إن أنت قصرتي مع الكبار؟ يمكن صحيح. هل فهمتيهم؟ ما أعتقد، ما أدري يعني. أحس عيب الكبار إن ماني قادرة يعني أعطيهم مشاعر. يعني أعطيهم فلوس مو مشاعر. وهم أدري يبون مشاعر، بس أنا ما فيني. مو عارفة التلملم يعني ما أدري يعني ما أدري. ماني عارفة. إنزين، قربنا على نهاية الحوار أو الحلقة أو whatever we call this اليوم. عندي كم سؤال أحب أجاوبينهم بسرعة. الله يكفينا الشر إن شاء الله ويبعد عنا الشر. مصيبة صارت، من هو أول شخص راح تدقين عليه؟ زوجي.
الا اذا المصيبه معادك على ابوي. حلو. حلو جميل. الله يبعد المصايب ان شاء الله. العالم سينتهي غدا. الناس كلها راح تموت بأجمع كرة أرضية كلها. شخص واحد راح يعيش إذا تبرعتي له بالدم. واحد. لا راح تسبب زعل انت جري. وإذا ما تجاوبين عادي ترى. ايه ما اقدر. اوكي عادي. ما في مشكله. امك وابوك. يعني انا لاحظت من كلامك وايد ان زوجك له مكانه جدا كبيره بحياتك. الله يتمم عليكم يا رب ان شاء الله. وتحيه اللي شو اسمه محمد، للاخ محمد. بس الام والابو مهما كان لهم فضل كبير في وجودنا، لهم فضل كبير في شخصيتنا لليوم، بمحاسنهم وبمساواهم. منو امك وابوك بالنسبه لك اليوم؟ اكيد كل شيء بالنسبه لي. قاعد اقول لك ما عندي مشاعر، يعني ما يصير ما يصير. احنا اتفقنا ان انت جوزاء، بس ما يصير. لازم هذيل الاشخاص لهم فضل كبير. اكيد ربوا وكبروا واكلوا وشربوا وعلموا صح وغلط. يعني هم لهم الفضل كله اني انا اليوم هني كله. يعني أمي بتضحياتها اللي قدمتها بحياتها كلها، أمي وايد ضحت بحياتها. هي اللي وقفتنا كلنا اليوم بأماكننا. ويمكن اللي يخليها يمكن اليوم تشوف ماضيها مثلا أو قبل حياتها، اللي يخليها يمكن شوية ترى مو وايد، إن هي ترتاح إن هي شافتنا إحنا بهالأماكن اللي إحنا فيها. الحمد لله إن شاء الله نكون رافعين راسها ومبيضين وياها. وأبوي الداعم، أبوي بعز السوشيال ميديا اللي الأهل معاجبهم، مع أن أنا محامية. يعني يمكن فاطمة أختي يا لها مثلا انتقاد أكثر مني، أنا محامية بس هي مثلا فاشن وصور يعني غير. دعمنا ولا قال يعني شنو هالمجال، ولا سكروا أكاونتاتكم، ولا شنو أكاونت مبطل. لا يعني أبوي دعمه وحريته يعني ما تنوصف أبدا. يعني روحي لهم. حلو. الفلوس حلوة بس مو كل شيء، وإذا زادت ما تونس. الحب كل شيء. نهاية الحياة لما أقعد عيوز أبي حب. الله يعطيك الحب والفلوس والعيال على قولتهم وكل ما تتمنين إن شاء الله. فاطمة المؤمن شكرا جزيلا، أنت اللي مشكور، نورتينا. نورك والحوار وايد حلو، أنا استمتعت أكثر. الله يعطيك العافية. شكرا. شوفك على خير.